الساعة بتدق وانت واقف. عارف ايه اللي انا سامعه؟ سامع الساعة بتدق. تك تاك تك تاك. والوقت مش بيستنى حد. الحياة بتعدي وبتعدي بسرعة. ما تضيعش السنين دي، عيشها. عايزك تبقى خايف، مرعوب، مش من الفشل، لأ، خايف من إنك تقعد على الهامش وما تعملش حاجة، تصحى بعد 6 أيام أو 6 أسابيع أو 6 سنين أو 60 سنة وما تكونش قربت من هدفك خطوة واحدة. دي الكابوس الحقيقي، ده اللي لازم تخاف منه فعلا، الجمود. فقوم وتحرك. 1. الكابوس الحقيقي الجمود، stagnation. معظم الناس خايفين من الفشل، بس ده مش الكابوس الحقيقي. الكابوس الحقيقي هو تصحى بعد سنين وتلاقي نفسك في نفس المكان. مفيش تقدم، مفيش نمو، مفيش حركة، بس ضايع، عايش، بتتنفس، بس مش عايش فعلا. السؤال المخيف: لو رجعت بالزمن 5 سنين هتلاقي نفسك فين؟ لو الإجابة نفس المكان تقريبا، يبقى أنت في الكابوس ده دلوقتي. 2. الفكرة مش هتنفذ نفسها. Ideas don't execute themselves. الفكرة اللي في دماغك مش هتنفذ نفسها. الكتاب اللي عايز تكتبه مش هيكتب نفسه. الأوزان في الجيم مش هتتحرك لوحدها. أنت اللي لازم تعملها، ودلوقتي. ما تستناش اللحظة المثالية، الظروف الأحسن، الإلهام يضربك. اللحظة المثالية دلوقتي. بطل تفكير، تخطيط زيادة، تأمل، أعذار، تبريرات. خد الخطوة الأولى دلوقتي. 3. 86,400 ثانية في اليوم الواحد. Use them or lose them. في 86,400 ثانية في اليوم الواحد. الفرق بيني وبينك، بين الناجحين والخاسرين، اللي بنعمله بالثواني دي. المشكلة فيك، انت بطيء قوي، انت عادي قوي، بتفكر كتير، محتاج تبقى في استعجال، لأن في نهاية لحياتك وجاية أقرب مما تتخيل. الحياة بتعدي في لمحة عين، وفي لحظة ما هتخلص، وإحنا عايزين نعمل مجهود واعي، متعمد، مصمم، عشان نبدأ نعيش بإحساس الإلحاح، sense of urgency. استخدم نفسك، use yourself up. استخدم اللي عندك، شارك اللي جيت للكون عشان تشاركه، لأن لو أنت ما عملتش ده محدش هيعمله. 4. عيش كل يوم كأنه الأخير. Live like it's the last one. لما تموت مش عايزك يبقى عندك فكرة واحدة ما تنفذتش، مش عايزك يبقى عندك حلم واحد مدفون، عايزك تموت وانت فاضي. كل حاجة كانت جواك طلعتها، كل CD كنت المفروض تعمله، كل كتاب كنت المفروض تكتبه، كل فكرة كنت المفروض تنفذها. طلع كل حاجة من جواك. إحنا عندنا فرصة واحدة بس في الحياة دي. 5. بطل حلم، أنا محتاج تفاصيل. No more dreaming. الحلم خلص، محتاج حاجات محددة، specifics. السؤال: إيه اللي هتعمله يوم الاثنين؟ إيه اللي هتعمله يوم الثلاث؟ إيه اللي هتعمله يوم الأربع؟ لازم تبقى محدد جدا. وقت تركيب قطع البازل، لازم تبقى في استعجال كبير. الوقت بينفد عليك. Time is running out. 6. أنت بطيء قوي. You're too slow. الحقيقة القاسية، أنت بطيء، أنت عادي قوي، بتفكر كتير، محتاج تبقى في استعجال، لأن في نهاية وجاية أسرع مما تفتكر. 7. ما تسيبش يوم يعدي عليك. Don't let another day slip by you. لا مزيد من الانتظار للحظة المثالية، التردد، الأكاذيب. خد الإجراء. Take action. قوم من السرير، حط رجلك على الأرض، تقدم للأمام. ادي كل يوم كل حاجة عندك، كل أنس طاقة، كل قطرة عرق، كل نقطة دم، لحد آخر نفس، وما تسيبش يوم تاني يعدي عليك. الزبدة: يلا نلخص. الكابوس الحقيقي يساوي الجمود. خاف من إنك تفضل في نفس المكان سنين. الأفكار مش بتنفذ نفسها، أنت اللي لازم تعملها دلوقتي. 86,400 ثانية في اليوم، استخدمهم. الفرق بيني وبينك في استخدام الثواني دي. عيش كل يوم كأنه الأخير، ما تموتش وعندك أفكار مدفونة. بطل حلم، أنا محتاج تفاصيل. إيه اللي هتعمله الاثنين، التلات، الأربع؟ أنت بطيء قوي، الوقت بينفد، اتحرك بسرعة.
ما تسيبش يوم يعدي، ادي كل يوم كل حاجة عندك لحد آخر نفس. الخلاصة في جملة: الساعة بتدق، الوقت بينفد، والحياة مش هتستناك، يا تتحرك دلوقتي يا تندم بكرة. سؤال مباشر وصادم ليك: لو رجعت بالزمن 5 سنين وشفت نفسك، هتلاقي فرق كبير ولا هتلاقي نفسك تقريبا في نفس المكان؟ كن صادق مع نفسك. لو الإجابة تقريبا نفس المكان، يبقى أنت في الكابوس دلوقتي، وده إنذار. اكتب في الكومنتات: من 5 سنين كنت نقاط، دلوقتي أنا نقاط، وال5 سنين الجايين هبقى نقاط. مثال: من 5 سنين كنت طالب عادي بضيع وقتي، دلوقتي لسه بضيع وقتي بس كبرت في السن، وال5 سنين الجايين هبقى منتج، مبدع، صاحب إنجازات حقيقية. والسؤال الأهم: إيه اللي هتعمله يوم الاثنين الجاي بالظبط؟ مش هبدأ أشتغل على نفسي، لأ، محدد. يوم الاثنين الساعة 6 صباحاً هعمل نقاط. اكتبها، لأن الكتابة يساوي التزام. وافتكر: time is ticking, life is short, don't waste it. الوقت بيدق، الحياة قصيرة، ما تضيعهاش. 86,400 ثانية النهاردة، استخدمهم أو اخسرهم للأبد. Get up, go forward, take action, now. قوم، تقدم، خد إجراء، دلوقتي. Don't let another day slip by you. ما تسيبش يوم تاني يعدي عليك.